السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو ضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة باش ديما يوصلكم جديد الأخبار المغربية والعالمية. رصاصة مقدم شرطة توقف جانحا بمدينة تميرة. اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لمنطقة تميرة إلى استخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتحية خطر صادر عن شخص يبلغ من العمر 29 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي عرض من المواطنين وممتلكاتهم وسلامة موظفي الشرطة لاعتداء خطير وتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض. وأوضح مصدر أمني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بنداء نجدة عبر الخط الهاتفي 19 مفاده قيام مشرفيه الذي كان في حالة غير طبيعية ارتكاب العنف في حق وصوله، فضلا عن الحق خسائر مادية بسيارة كانت متوقفة بالشارع العام، حيث تدخلت دورية محمولة للشرطة من أجل ضبطه، غير أنه رفض الامتثال وواجه عناصر بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض. وأضاف المصدر تدعو أن أحد عناصر الدورية الأمنية اضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى طرفه السفلى بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.